يا ترى ايه اللي ممكن يخلي واحد ماشي على دايت خاص يزيد في الوزن، وواحد ممكن ياكل محشي وبط ويحلي ببسبوسه وزنه ما يزيدش؟ ايوه بالظبط، هو معدل الحرق. اهلا بيكم، انا دكتور احمد ابو المعاطي ودي قناه دكتور دايت. النهارده ان شاء الله هتكلم معاكم عن موضوع مهم جدا جدا جدا، الا وهو معدل الحرق. انا جاي لكم النهارده بخبرين، واحد كويس والتاني مش كويس. ابدا بايه؟ بالمش كويس. الخبر اللي مش كويس اننا كلنا مش زي بعض في معدل الحرق، في ناس حرقها عالي جدا وفي ناس حرقها قليل خالص. الخبر الكويس بقى اننا كلنا بنتولد بمعدل حرق ممتاز وعالي، لكن بسبب بعض الامراض وبسبب بعض السلوكيات الغلط ومع التقدم في السن الحرق بيقل. يعني ممكن ترجع تاني، ممكن حرقك يرجع تاني عالي وكويس زي الاول، بس لو عالجت الامراض وكمان ظبطت السلوكيات الغلط. طيب ايه هي الامراض اللي ممكن تقلل معدل الحرق؟ ورقه وقلم واكتبها ورايا ست الكل. رقم واحد كسل الغده الدرقيه، رقم اتنين الانيميا، رقم ثلاثة نقص فيتامين د، رقم أربعة مرضى السكر، رقم خمسة ارتفاع الكوليسترول والضغط، رقم ستة وده يعتبر أشهر سبب في نقص معدل الحرق هو مقاومة الأنسولين، رقم سبعة لخبطة الهرمونات عند السيدات، رقم 8 بعض المشاكل الصحية زي مشاكل في الكبد أو في الكلى، وكمان الحرق بيقل طبيعي مع التقدم في العمر. قلنا إن من أشهر أسباب ضعف معدل الحرق هو الأنيميا. يعني إيه أنيميا؟ أنيميا يعني نقص الحديد أو نقص ب 12 أو نقص الفوليك أسيد في الدم. يعني مش كل أنيميا ناخد حديد. طيب إيه هي أعراض الأنيميا؟ يكون عندك كسل وخمول ونهجان وزيادة في ضربات القلب. ساعتها بقى جسمك يقول لك بلاش نحرق، يلا نكسل ونخزن دهون. فلو حسيت باي عرض من الاعراض اللي قلناها، سواء الكسل او النهجان او الخمول او زياده في ضربات القلب، ما تتهمش الدايت بتاعك، حلل صوره دم وتابع مع دكتورك وعالج الانيميا. نقص فيتامين د. نقص فيتامين د من اشهر الاسباب اللي ممكن تقلل عندك معدل الحرق. طب ازاي اعرف ان انا عندي نقص فيتامين د؟ هتلاقي عندك مشاكل في الشعر وشعرك بيسقط، هتلاقي ضوافرك بتتكسر، هتلاقي وجع في عظمك وعضلاتك كلها وبالاخص اسفل الظهر، وكمان هتلاقي مودك مش مظبوط، شويه فوق وشويه تحت، واهم حاجه انك هتلاقي حرقك ضعيف. طيب اعمل ايه ساعتها؟ برضو ما تاخدش فيتامين د من غير ما تحلل، لازم تحلل الاول وتتابع مع الدكتور وتاخد الجرعه المناسبه. اما عن الغده الدرقيه فده يعتبر احد اهم اسباب نقص معدل الحرق، وده طبيعي لان الغده الدرقيه تعتبر هي مايسترو الحرق. فانت قبل ما تتهم الدايت بتاعك ان في مشكله، او قبل ما تتهم ان حرقك ضعيف من غير سبب، راجع الغده الدرقيه، حلل الغده الدرقيه وتابع مع دكتور الباطنه وظبطها. نيجي بقى لليفل الوحش، الا وهو مقاومه الانسولين، ودي بصراحه يعتبر من اشهر اسباب ضعف معدل الحرق والسمنه حاليا. طيب اعرف ازاي ان انا عندي مقاومه انسولين؟ بصراحه موضوع مقاومه الانسولين دوت عاوز 3 حلقات لوحده، لكن انا هديك هنت بسيط عن مقاومه الانسولين. ساعه ما تلاقي كرشك بيزيد، تلاقي عندك زوايد جلديه في منطقه الرقبه، وتلاقي عندك اسمرار، اعرف ان جسمك بيقول لك حاسب انت عندك مقاومه انسولين، وممكن تخش في ميتابوليك سندروم وتكمل ويجيلك ضغط وسكر ومشاكل قلب وشرايين لا قدر الله. فاول ما تشوف علامه من العلامات دي اللي هو زياده الكرش، او ان يحصل لك اسمرار في منطقه الرقبه او زوايد جلديه، على طول تابع مع دكتور الباطنه وشوف لو عندك مقاومه انسولين وعالجها. طيب انا ممكن اعمل ايه يظبط معايا مقاومه الانسولين لحد ما اراجع مع دكتور الباطنه؟ امنع السكر او قلله خالص، والنشويات قللها، واهم حاجه الحركه مع الصيام المتقطع. طيب نيجي بقى للسلوكيات اللي ممكن تقلل عندك معدل الحرق. ورقه وقلم واكتبها ورايا ست الكل. رقم واحد قله شرب الميه، رقم اتنين النوم متاخر، رقم ثلاثة قله الحركه، رقم أربعة اللخبطة في الأكل، رقم خمسة وده يعتبر من أهم الأسباب ضعف الحرق وصعوبة النزول في الوزن اللي هو اليويو دايت. يعني إيه يو دايت؟ هقول لك الوقت. لما نيجي نتكلم عن السلوك الخطأ الأول وهو قلة شرب المية، المية في الطبيعي بتطفي النار وبتطفي الحرق، لكن في جسمنا بتشعلله. يعني أنت لازم تشرب مية عشان حرقك يزيد. المفروض تشرب لكل 10 كيلو كوباية مية في اليوم على مدار اليوم، مش تشرب كله مرة واحدة. السبب التاني النوم متأخر، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. ليه؟ النوم متأخر بيرفع عندك أسوأ هرمونين ممكن يضروا الحرق، الكورتيزول والأنسولين. احنا عايزين ننام بدري ونرفع الدوبامين والجروث هرمون. نيجي بقى للسبب الثالث وده يعتبر برضو من أشهر أسباب ضعف معدل الحرق، ألا وهو الأنتخة. أنت مش عاوز تتحرك، لا تمشي ولا تمارس رياضة ولا تقوم من مكانك، ودي مصيبة كبيرة. المشي يوميا 30 دقيقة يرفع معاك معدل الحرق بصورة رهيبة. حتى لو انت مواظب على الدايت مع قله مشي، النتيجه مش تبقى احسن حاجه. امشي واتحرك. رقم أربعة لخبطة الأكل. لخبطة الأكل يعني إيه؟ يعني أنت فاتح معدل النشويات والسكريات على آخره، طول النهار نشويات وسكريات نشويات وسكريات،
ما بتاخدش بروتينك، ما بتاكلش خضار ولا فاكهه، ومعظم اكلك من بره. زي ما قلنا خلي طبقك نص بروتين، ربع خضار، ربع نشويات. السبب الخامس اليويو دايت. يعني ايه يو دايت؟ يعني واحد كل شويه يبدا دايت اسبوع اتنين يقوم مبطل يرجع اسوأ من الاول، يرجع تاني يبدا دايت اسبوع اتنين يقوم مبطل يرجع اسوأ من الاول. طيب ايه اللي بيخلي الواحد يزهق من الدايت وما يكملش؟ ده سؤال الحلقه، حاولوا تجاوبوا عليه في التعليقات، وان شاء الله الحلقه الجايه هبداها بالاجابه على السؤال ده، اللي هو ايه هو اكبر سبب يخلي الواحد يزهق من الدايت وما يكملش. واول تعليق صحيح هنشوفه ان شاء الله الحلقه الجايه. الخلاصه كلنا بنتولد بمعدل حرق ممتاز، لكن الحرق بتاعنا بيقل يا اما بسبب مرض، يا اما بسبب سلوك غلط، يا اما بيقل بصوره طبيعيه مع العمر. خلاصه الامراض اللي ممكن تقلل معاك معدل الحرق: كسل الغده الدرقيه، او الانيميا، او نقص فيتامين د، او مشاكل الهرمونات عند السيدات، او الضغط والسكر وارتفاع الكوليسترول، وبعض الامراض المزمنه زي مشاكل في الكبد والكلى، وكمان بيقل تدريجي مع العمر. اما عن السلوكيات الخطا اللي ممكن تقلل معاك معدل الحرق: قله شرب الميه، النوم متاخر، قله الحركه، ولخبطه الاكل، وكمان اليويو دايت. عشان تعلي حرقك لازم تخلي الكورتيزول والانسولين في اقل مستوياتهم، وتخلي الدوبامين والجروث هرمون في اعلى مستوياتهم. طب اخلي امتى الكورتيزول في اقل مستوياته؟ ان انا انام بدري وما اتعصبش. واخلي الانسولين ازاي في اقل مستوياته؟ ان انا ما اكلش سكريات كتير، ولو اكلت سكر ما اكلش سكر صريح، اكل سكر في فاكهه. وكمان الكورتيزول بيعلي الانسولين، والنوم متاخر بيعلي الانسولين. وارفع الدوبامين وارفع الجروث هرمون بان انا انام بدري. الخلاصه: ضعف الحرق مش شماعه ولا حظ وحش ولا جسم ضدك. ضعف الحرق يا مرض محتاج تشخيص، يا سلوك محتاج تعديل، يا ضغط نفسي محتاج هدوء، يا كله مع بعضه. لو وزنك مش بينزل ما تعصبش وما تيأسي وما تتهمش جسمك. راجع تحاليلك، فيتاميناتك، نومك، حركتك، وعلاقتك بالدايت، وعلاقتك بالميزان. ولو الحلقه فادتك اعمل لايك واشتراك وفعل زر الجرس. كان معكم دكتور احمد ابو المعاطي من قناه دكتور دايت. سلام.